الرحمن الرحيم. هبدا معاكم النهارده اول حلقات برنامجي الطوالع والنجوم مع احمد شاهين. هنتكلم عن كل حاجه تخص علم الفلك والنجوم، وهنبدا بتوقعات الابراج والطوالع دي بدايه من منتصف شهر مارس وحتى شهر ابريل. هناخدها كل حلقه ان شاء الله، هبقى معاكم كل اول شهر، بحيث ان احنا نتكلم عن توقعات الابراج خلال هذا الشهر، اضافه لما نتلقاه من اتصالات عن طريق الموبايل او الايميل. طبعا لو بدانا بتوقعات الابراج بدايه من الحمل وحتى الحوت من منتصف الشهر، يعني بدايه من يوم 17 تقريبا يعني او 18، هنبدا نلاقي ان برج الحمل الذي يحكمه المريخ، هنلاقي انه توقعاتي لمواليد برج الحمل بدايه من يوم 17. طبعا دي توقعات من خلال الكتاب بتاعي اللي انا اصدرته لتوقعات الابراج لعام 2016. بالنسبه لمواليد برج الحمل هنلاقي ان هو يوم الخميس والجمعه 17 و18 مارس هيبدو منهمكين في حلول لمشاكل سابقه سيجدون حلولا لها الفتره القادمه. في اشخاص هيلتقوا بهم، وفي اتصالات من خلال علاج مشاكل سابقه. الفتره من يوم 19 و20 و21 و22 مارس لمواليد برج الحمل هنلاقي ان في الاشتراك. مواليد برج الحمل سواء ذكور ولا اناث سيشتركون في حفلات او مناسبات اجتماعيه او دعوات توجه اليهم، هتكون حياتهم الاجتماعيه نشطه الى حد ما. بدايه من يوم 23 يحتاج مواليد برج الحمل الى الراحه، الاسترخاء والاستجمام. على مواليد برج الحمل ان يحذروا من يوم 24 مارس، لان في خسوف في برج الميزان. هو بالنسبه لهم البرج الميزان هو البرج المواجه لبرجهم، هو برج الحمل، وبالتالي برج الميزان هو البرج المواجه ليهم، وبالتالي فان الافلاك تشوش عليهم الاجواء، عليهم ان يكونوا صبورين خاصه مع العائله والاسره. ينهي طبعا للاسف مواليد برج الحمل سينهون شهر مارس بسوء تفاهمات في محيطهم. لو دخلنا على مواليد الحمل لشهر ابريل تقريبا حتى منتصف شهر ابريل، ان هو مواليد برج الحمل سواء ذكور ولا اناث هيبداوا شهرهم بحياه مرحه، بليونه في التعاملات، حياتهم الشخصيه والاجتماعيه. ستشتد الثقه بالنفس المواليد برج الحمل، سيحققون الثراء والنجاح الهائل تقريبا بدايه من يوم 6 ابريل. في تنوعات في شتى المجالات لمواليد برج الحمل، لكن بدايه من يوم 9 و10 ابريل يلاقي مواليد برج الحمل ان هو في حاجه زي هيجعله الافلاك ستجعله مضطربا الى حد ما. لو دخلنا على منتصف شهر ابريل لمواليد برج الحمل 11 و12 و13 سيلتقون باشخاص يرتاحون اليهم وسيتعرفون على اصدقاء جدد. بدايه من يوم 11 اللي هو يوم الاثنين 11 ابريل لمواليد برج الحمل سيحدث تناغم بين كوكبي عطارد وجوبيتر والمشتري، وبالتالي هذا يؤدي الى الاتيان او العديد من الارباح الماليه التي سوف تدخل الى جيب مواليد برج الحمل. القمر هيبقى معاكس لمواليد برج الحمل في منتصف شهر ابريل تحديدا بدايه من 13 و 14 ابريل، وبالتالي سيحدث نوع من الضبابيه او الشفافيه في اتخاذ القرارات المناسبه. بالنسبه لمواليد برج الثور هو برج العناد والبناء وحب التملك، لو قلنا بدايه من منتصف شهر مارس هنلاقي ان في تحديات ستواجه مواليد برج الثور تحديدا من منتصف شهر مارس. هيحدث نجاحات كثيره، تزول مخاوف تكونت بدايه من اول شهر مارس، ستزول في منتصف شهر مارس لمواليد برج الثور. في خسوف يوم الاربعاء 23 مارس، وبالتالي يدعو الى مواليد برج الثور الى الاهتمام بصحتهم اكثر واكثر. عليه ان يكون عاقلا جدا ومتعقلا في اتخاذ قراراته، عليه ان يجتمع حوله او يجمع حوله المقربين منه والذين يرتاح اليه قلبهم. لو دخلنا لمواليد برج الثور التوقعات ليهم شهر ابريل هنلاقي طبعا ان هيبدا مواليد برج الثور الاول الشهر بفرص جذريه، تغييرات جذريه ستدخل الى حياته، عليه ان يقتنصها. هيفاجأ بشعبيه متزايده على مستوى حياته الشخصيه، عليه ان يكون صبورا مع المتعاملين معه او على صعيده او محيطه المهني او الشخصي او العائلي، عليه ان يهتم بوضعه ووضع عائلته
بداية من يوم 5 و6 ابريل لمواليد برج الثور الفلك يعدهم بارباح وفرص مالية كثيرة. حياتهم متناغمة جدا حتى منتصف شهر ابريل، سيشعرون بالاستقرار اكثر واكثر، لكن عليهم ان يبقون على الحياد ولا يتدخلون فيما لا يعنيهم. لو دخلنا المواليد برج الجوزاء اللي هو برج الاتصال والانقسام والاتسال ويحكمه برج كوكب عطارد ميركوري، نلاقي ان مواليد برج الجوزاء بداية من منتصف شهر مارس توقعات ليهم، نلاقي ان عليهم ان يكونوا روتينيين اكثر واكثر، يبتعدوا عن التنوع والتنوير في العلاقات، يركزون على العمل تحديدا. في فرص يعني عاطفيه فجاه سيرون بعض الناس الذين ينجذبون اليهم من اول نظره قد تاثرهم جاذبيه احد الاشخاص. الفتره الواقعه من 21 وحتى 23 مارس، يعني 21 22 23 للاسف في خلافات امل وصدمات عاطفيه وعائليه. الرومانسيه تكون في اشدها خلال الفتره من 24 و 25 مارس، الا ان العلاقات الناشئه او السطحيه يمكن لها النجاح. عليهم ان يحاسبوا مواليد برج الجوزاء لان يحكمهم كوكب عطارد، وبالتالي عليهم الحذر من الانهيارات العصبيه او التوترات. اياهم ان يفقدوا الصبر يوم 27، سيواجهون ضغوطات في الخارج يوم 29. بالنسبه لتوقعات المواليد برج الجوزاء بدايه شهر ابريل، نلاقي ان الفئه الجديد الذي سيحصل في حياتهم بدايه من 1 الجمعه بين يومين 3 و4 ابريل سيساعدون بالجميل ويدخلون على فتره مميزه، وربما يعرفون المواعيد الرمزيه او تغيرات في نظرتهم الى الحب والاحباء. كوكب فينوس او زهره كوكب الحب والجمال سيدخل الى موقع مناسب لهم، وبالتالي يدعمهم انتصارات فلكيه مناسبه بدايه من يوم 5 ويستقر حتى اخر الشهر. مما يعمل مفاجات سواء على الصعيد العاطفي تحديدا، ودعما وتعاونا وتعاطفا من الاخرين. في مفاجآت كبيره وخاصه غير معتاده. القمر الجديد نيومون يدخل يوم 7 ويوم 5 ابريل في برج الحمل، بالتالي بيشير ويدل الى دخول شخص جديد الى حياتهم. عليهم ان يحاسبوا مواليد برج الجوزاء من بعض سوء التفاهم والجدل يوم 10 ابريل. القمر الجديد يحل في الجوزاء بدايه من يوم 11 و 12 ابريل، وبالتالي تعتبر فرصه جديده لاثبات جدارتهم، وقد ينخرطون في مجالات اجتماعيه جديده. سيمرون بفترات متعاقبه من الراحه والانكماش بين يومين 13 و 14 ابريل. ستسير امور امنه مواليد برج الجوزاء، ستكون امور جديده بشكل جيد ما بين يومين 15 و 16 ابريل. بعض الظروف ستثنيهم عن القيام والبديل بين يومين 17 و 18 ابريل بالنسبه لمواليد برج الجوزاء. لو دخلنا مواليد برج السرطان الموضوع اكثر الرغبه واليه موضوع التربيه والحمايه، نلاقي ان يحكم القمر طبعا. نلاقي بالنسبه لتوقعات مواليد برج السرطان بدايه من منتصف الشهر وتحديدا يوم 17، نلاقي ان هناك حسم الامور سابقه قد ازعجتهم فيما سبق. كوكبين المشتري والبلوتو يتناوبان في هذه الاثناء خاصه بين يومي 14 و 20 خلال هذا الاسبوع، وبالتالي يشير الى مفاجات حلوه على الصعيد المادي كما على الصعيد العاطفي. في انتصارات وتألق لمواليد برج السرطان بين يومي 17 و 18 مارس، سيقدم عقود على عقد ايا كان هذا العقد، عقد عمل او عقد خطوبه او قرار في هذه الاثناء. بين يومي 19 و 23 مارس مواليد برج السرطان سيخوضون تجربه عاطفيه جديده. بين يومي 24 و 25 مارس قد يستاءون من تصرفات تزعجهم، يخلقون قليلا هذه الايام. عليهم ان يفوتوا فرصه مواجهه بين يومي السبت والاثنين يوم 26 و 27 28 مارس. عليهم ان يسيروا الى النصائح بين يومي 29 و 30 مارس. بالنسبه لتوقعات مواليد برج السرطان خلال شهر ابريل، نلاقي ان مواليد برج السرطان سيبداون الشهر بتغيرات كبيره تحصل في حياتهم، لكن عليهم بين يومين 3 و 4 ابريل ان يبتعدوا عن الاجتماعات والضغوطات. عليهم ان ينتبهوا من الحوادث والاخطار والتراجع النفسي يومي 7 و 8 ابريل. في اضطرابات مؤقته للمشاكل العالقه مواليد برج السرطان بين يومي 9 و 10 ابريل، تشتد الانفعالات خلال منتصف الشهر. سيكون مواليد برج السرطان اكثر قدره على معالجه الاموريه بين يومي 17 و 19 ابريل. بالنسبه لتوقعات المواليد الاسد مواليد الكبرياء والقياده وتفعيل الانجازات وحكمه الشمس. توقعات مواليد الاسد بدايه من منتصف شهر مارس يوم 17، نلاقي ان في حوادث تنتهي مواليد برج الاسد بدايه من يوم 17 بامور ليست مهمه، عليه ان يبعد هذه التضاربات والحوادث من راسه.
عليه ان يقلق ويراجع نفسه ويحاول ان يجد عنادا للمشاكل القائمه منذ مده. بدايه من يوم 21 و 23 مارس لمولود برج الاسد عليه ان يكون متحفظا. قد يكتشفون جديدا وقد يسمعون كلاما مهما وقد يضطرون الى رد بعض الاتهامات السابقه التي سوف توجه اليهم الجديد. سيفتح القلب لمولود برج الاسد يوم 25، لكن عليه ان يكون حذرا وينتبه من اجواء يومي 26 و 27 مارس في قلق او ان يضطر مولود برج الاسد سواء ذكر ولا انثى الى التخلي عن الانتماء او بعض المكتسبات خلال الفتره السابقه. الفلك سيتسم لمولود برج الاسد بين يومي 29 و 30 مارس. تكون الاجتماعات جميله جدا وعذبه. على مولود برج الاسد الا يبدا بجديد خلال يوم 31 مارس ويحاول ان يهدم نوعه او نوع الاخرين في هذه الايام. بالنسبه للتوقعات للشهر ابريل لمولود برج الاسد، نلاقي ان هو هيبدا الشهر باوقات من التسليه والمتعه العذبه. ستكثر الانفعالات وقد يرتبط قليلا بسبب لقاء يحصل وستتركز عليه الاضواء يوم 2 ابريل. عليه ان يستريح بين يومي 3 و4 ابريل. قد يتطلب منه احد المقاومين ان يسلي اليه بالكثير. قد يحصل على مزيد من الحياه، لكن الفلك يحدثون الاجواء يومي 9 يبدا الشهر باوقات من التسليه والمتعه اكثر من 1 و3 ابريل، لكن عليه من الافضل ان يستريح بين يومي 3 و4. قد يتطلب منه احد المقاومين الكثير. قد يحصل على مزيد من الحياه، لكن الفلك يحذر مولود برج الاسد سواء ذكور ولا اناث من يومي السبت 9 و10 ابريل. سيجد مولود الاسد بين يومي 10 و11 ابريل الكثير من الحلول لمشاكل سابقه، هما يومين من اجتماعات النجاح والنقطه السريعه. عليه ان يترك الامور على سجلتها بين يومي 13 و14 ابريل وليتدخل فيهم القانون. سيترك مولود برج الاسد منتصف شهر ابريل انطباعا جيدا على بعض الاوصاف الباعده. ستحصل الاحلام الكثيره لمولود برج الاسد بين يومي 17 و18، واذا كان عليه ان يريد ان ينجز عمليه ماليه فان تاريخ 18 ابريل هو مميز جدا في هذا المجال. بالنسبه لتوقعات مولود برج العذراء ضمن التحليل والنقد والانتقاد والاهتمام بالتفاصيل ويحكموا كوكب عطارد. بالنسبه لتوقعات مولود برج العذراء بدايه من منتصف شهر مارس، هنلاقي ان بدايه من حوالي تقريبا 17 و18 مارس تحوم المنسيه حول يومين 17 و18 من برج العذراء. قد يعيش حاله حب، لكن عليه ان ينتبه من مشاكل في العمل يوم 18. سيبحث عن المعرفه يومين 19 بين يومين 19 و 23 مارس، لان المعرفه لا تبحث عنه كما قال ان تفرز. عليه ان يقوم بالخطوات اللازمه ويتحرك ويقابل بعض المعنيين ويسافر اذا لازم الامر، لكن عليه ان يحاول ان يحاصر بعض الاذيه في مكانه. عليه ان يكون حاضرا يوم 21 لجديد، يجب ان يتاقلم معه لان الفرق يضيف عليه ضغطا كبيرا ويجعله تحت الاضواء بين يومي 21 و 22 مارس. سيمارس مولود برج العذراء سواء ذكر ولا انثى جاذبيه كبيره في هذين اليومين 21 و 22 مارس، لكن عليه ان يستعمل القوس نحو النتائج. في مناسبات اجتماعيه مميزه من 23 بعيدا عن الروتين. يوم 24 و 25 بالنسبه لمولود برج العذراء ربما يعاني من وضع عائلي يحتاج الى تدبير، لا يفاجأ اذا طلقه احد المقابلين بما لم يتوقعه. عليه ان لا يعلق اهميه على بعض التفاصيل. ستبلغ الحماسه اشدها بين يومين 26 و 28 مارس لمولود برج العذراء. عليه ان يحضر الاسره الفتره للعمل الكثير والتعب والارهاق. سيقوم بمجازفه يوم 27 يجب ان يدوسها باتقان. عليه ان يقوم بحسابات وتجنب البدل من 28. يحاول ان يكمل بعض الامور. يحذر من هيمنه يفرضها عليه احدهم بين يومين 29 و 30 مارس، فهذان اليومين دقيقان جدا. اما اليوم الاخير من الشهر بالنسبه لمولود برج العذراء فيحمل بعض الايجابيات يفتح لها فرص فرض بعض الاراء. قد يزورهم احدهم في هذا اليوم او يغلس مولود برج العذراء بنفسه سحوه على بعض المحيط يضمن له البلد النجاح. بالنسبه لتوقعات مولود برج العذراء لشهر ابريل، نلاقي ان يبدا الشهر بتوتر في الوضع المهني قليلا الا ان التعب سياتي في الوقت المناسب بين يومي 1 و 2 ابريل لكي يتمتع باوقات جيده ومؤشرات ايجابيه. سيذهب في كل الاتجاهات بين يومي 3 و 4 ابريل من اجل فرض النزاع او التواصل مع بعض